هلو يا جدعان، عاملين ايه؟ بقالي كتير ما نزلتلكوش فيديوز. النهارده يومنا فيه حاجات كتير. هنعمل تمرينة upper body وكور. ده هقول لكم خلاصة تجربتي مع دايت الطيبات. مشيت فيه ازاي، عملت ايه، اكلت ايه وشربت ايه، وهناخد مع بعض تمرينة upper body محترمة. سوري على الهدوم اللي باينة دي عشان انا قاعدة في اللوكرز. جماعة، اللي حصل لي في نظام الطيبات ده انا مش فاهماه. انا لحد دلوقتي انا مش فاهمه يعني ايه. حاجات كتير قوي اتحسنت في جسمي وانا مش فاهمه ازاي. انا مذهوله. دلوقتي انا بسخن كارديو. هدف تسخين الكارديو ايه؟ اننا نعلي ضربات قلبنا وجسمنا يسخن. تحس ان جسمنا درجه حرارته سخنت عليت وعلينا ضربات قلبنا. كده احنا سخنا. حققتي ده في 5 دقايق، في 3 دقايق، في 10 دقايق، قشطه، مش مهم. كنت بفطر 2 توست، واحد مربى وواحد جبنه. اي نوع جبنه بقى، اللي هو المفروض اي جبنه بتسيح، بس انا كنت باخد جبنه تشيدر او جبنه بيضه. مش طبعا في جبنه بيضه بتسيح بس ما اعرفش اسمها ايه. وبفضل صايمه ما اكلش تاني خالص خالص لحد ما اجوع، والجوع يقرص بطني كده، احس ان انا جعانه قوي. باكل رز وبطاطس او رز ولحمه او بس غالبا ده الاكل اللي كنت باكله. الكلام ده على مدار 20 يوم على فكره. وقت بالليل ممكن اخد عنب. كنت محرومه من العنب سنين. اشرب عصير. ده الاكل اللي كنت باكله. باكل شوكولاته. باكل بس طبعا مش بكميات. يعني مثلا لو نفسي هفتني على شوكولاته ممكن اكل معلقه بعد الفطار على طول. لو نفسي جابتني مثلا للعسل برضو ممكن اكل معلقه. عصير شغال معايا. عنب اكلت منه كتير جدا. شيبسي، اكلت شيبسي كتير. كل ده اكلته على مدار ال20 يوم اللي فاتوا. ايه بقى اللي حصل على جسمي بعد ما اكلت الكلام ده؟ بس من الحاجات اللي عايزه اوضحها لكم يا جماعه، انا مش بقول لحد يعملها، انا بشرح لكم اللي حصل معايا لحد اللحظه دي. انا ما بمشيش اي حد من المشتركين بتوعي او العملاء بتوعي بالنظام ده. ما عنديش. انا اصلا مش فاهمه ازاي بيحصل كده. طبعا قبل ما بنبدأ اي تمرين لازم بنسخن كل المفاصل اللي حوالين العضلات اللي هنشتغل عليها. يعني دلوقتي انا عشان هتمرن upper body فاكيد سخنت كل المفاصل اللي هتشتغل معايا. ده اول تمرين انا بحب ابدا بيه لانه بياخد مجهود كبير، لانه توازن. وتمارين التوازن بتاخد مجهود اكبر من التمارين العاديه، وبتصحصح كده الجهاز العصبي عشان نقدر نكمل باقي التمرينه واحنا جهازنا العصبي فايق وجاهز للي هيحصل. التمرين ده بيشغل كل الجسم كامل، بس بالاخص عضلات الظهر. طبعا هو ظهر وكور، وعشان احنا بنعمل هيب هنج فات عضلات الجلوتس وعضلات الهامسترنجز شغاله، ولكن الاساس هو الظهر والكور. فدي كانت مجموعة تسخين، وعشان انا لسه في بداية التمرينة لازم بعمل مجاميع تسخينية، دي ما فيهاش كلام. فمجموعة تسخين يمين شمال قبل ما ابدأ اشتغل بالوزن الفعلي بتاعي. من الحاجات اللي هتساعدك انك تتوازني اكتر في اي تمرين توازن هو ان انت تشفطي بطنك. انا عارفه انها حاجه يعني مالهاش علاقه بالنسبه لك، انت حاسه ان ايه العلاقه؟ لا، ليها علاقه. انك تشفطي بطنك او تعملي حاجه اسمها بريسنج. بريسنج ده تتخيلي بعد الشهر كأن جذعك متجبس، كأن جذعك ثابت السنين. فالثبات حرفيا بيجي من الجذع مش من الجسم، مش من رجلك، مش من ايدك. طبعا هتلاقي دايما عندك جنب اضعف من جنب بتقدري تثبتي فيه اكتر من جنب. زي كده في جنب عندي اقوى من جنب بقدر اشتغل بيه العدات كامله من غير ما اقع ولا عده، والجنب التاني بقع واقوم لحد ما اوزن نفسي. فده طبيعي. ولعلمك لما بحط اي تمرين توازن لاي مشتركه معايا هي بتزهق وتقعد تقولي ايه لازمته وانا مش عايزاه، بتضايق، رغم ان هي مش فاهمه ومش مدركه ان اللخبطه اللي بتحصل اثناء تمرين التوازن هي اصلا الهدف من التمرين. يعني ان انت تقعي وتقومي وانك تحاولي توزني نفسك ده اصلا الهدف من تمرين التوازن. ده الهدف بتاعنا. ايه هو؟ ان انا افضل احاول اوزن نفسي. هو اسمه تمرين توازن. انا بحاول اوزن نفسي. وانا احب اوريكم اني بطني نزلت شويه صغيرين. يلا ما علينا نكمل. فما تزهقيش ارجوكي من تمارين التوازن، هو ده هدفها. هي رخمه بس هي مهمه جدا، هتحسن لك البرفورمانس بتاعك، ادائك في التمرين، هتنقلهولك
هتنقلهولك في حته تانية، هتقويلك عضلات الكور عندك، هتصحصح لك الجهاز العصبي، تخليه يرجع 10 سنين ورا. يعني في كان ما علينا، كنت اقول لكم مقوله بس نسيتها. المهم ان تمارين التوازن من التمارين اللي حرفيا بتحافظ على شباب جسمك، حرفيا بتحافظ على شباب جسمك. حاولي تدخليها دايما في كل تمارينك او في كل جدولك. دلوقتي ندخل بقى التمرينة الأولى بتاعتنا، اعتبرها التمرينة الأولى، وهي تمرين السيتد رو. أي تمرين سحب أفقي يا جماعة، أي تمرين سحب أفقي، سحب أرضي زي ما بتقولوها. المهم إنه سحب في حذاء الارض، موازي للارض، مش بتقعدي وبتسحبي من فوق. ده من اهم تمارين اللي بترسم الظهر من غير ما تعرضه حرفيا. يعني دايما انا اقول لكم خلي بالكم من تمارين السحب او من تمارين البول داون او البول اب، عشان بتعرض الظهر. لا، ده بقى بيعمل العكس، ده هيرسم لك ظهرك، هيقوي لك عضلات الظهر، هيبين لك خط الظهر الافق اللي بالطول، الخط اللي بيكون في نص الظهر، من غير هيعمل كل ده من غير ما يعرض لك ظهرك. اهم حاجه حافظي على ثباتك وانتي قاعده، حافظي على التكنيك السليم بتاعك. دلوقتي هندخل بول داون. وعشان انا دايما اقول لكم ان تمارين البول داون ممكن تكون بتعرض الظهر او بتدي وسع للظهر، بتدي شكل الفي. فلو انت كتافك عريضه من فوق خلي بالك، يعني زي انا مثلا كتافي عريضه من فوق، فبخلي بالي جدا ان انا ما اوصلش للفشل العضلي. بحط وزن وبشتغل عدات كويسه، ولكن بخلي بالي ان انا في الاخر ما اوصلش للفشل العضلي في اخر المجموعه، او بكون بعيده عنه ب3 أو 4 عدات. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place, I feel my تمرين من التمارين اللي بستمتع حرفيا وانا بعملها، ولكن هو تمرين يعتبر انا بدخله في ايام الفول بودي. بس انا لما باجي اشتغل شست بشتغله هو بدل تمارين كتير من تمارين الشست، عشان حاجات كتير. اول حاجه هو تمرين مركب، فما بيبقاش عضلات الشست بس هي اللي بتنتج الفورس بتاعتي، يعني بيكون في مجموعه عضلات اللي شغاله مش الشست لوحده. وعشان برضو ارجع اقول لكم انا كتافي اصلا عريضه، فبخاف اشتغل اي تمرين يكون ليه علاقه بالكتاف او بيدي وسع للكتاف او بيدي سمك للكتاف. ببقى مقلقه من الحته دي، خصوصا ان انا مش ماسكه دايت، فاكيد جسمي هيبني كتله عضليه، لان انا مش عامله كالوري ديفيسيت عالي، فطبيعي هبني كتله عضليه. وعشان كده انا لما باجي اشتغل اي تمرين للشست باخده تمرين مركب داخل فيه عضلات كتير، وده من اهم التمارين اللي انا بحب اعملها للشست. ندخل بقى على المهم. دي كانت اول مجموعة كتف اعملها انا. في اليوم ده اشتغلت كتف وباي وتراي، وانا اصلا كنت موقفاهم داخله من رمضان، يعني شوفوا كام شهر، عشان اصابة كانت في كتفي، هي ستيل لسه موجودة، انا ما عالجتهاش تماما، ولكن هي الالم اتفاجئت ان الالم بتاعها قل كتير، فلقيت نفسي ان انا قادرة اشتغل فاشتغلت. يعني انا اكتشفت بالصدفة ان انا قادرة اشتغل، فما قدرتش رحت اشتغلت. وطبيعي كده انا ما بشتغلش باوزان تقيلة ابدا على الكتف والباي والتراي. كنت لحد من سنة بشتغل باوزان وبعتل في اوزان في الكتف والباي والتراي وبراحتي جدا، لحد ما اكتشفت اني لا، ده الموضوع فعلا بيديني حجم عضلي في الجزء العلوي بيضايقني جدا 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 في اللبس. من ساعتها وانا بطلت اشتغل على الاقل كتف باوزان عالية. هنا انا اشتغلت الباي كيرل بدروب سيت، يعني جوه المجموعه اشتغلت 5 عدات بوزن تقيل وبعد كده 5 عدات بوزن اخف منه. المهم بقى دلوقتي انا لقيت نفسي قادره اشتغل، يعني انا كنت حرفيا بجرب، لقيت نفسي قادره، اتصدمت، ايه ده، واو انا قادره. جريت جبت الوزن واشتغلت بيه. ده احلى تمرين تراي انا بحب اعمله، لانه ما بيديش الفوليوم من الجنب، اللي هو الحته بتاعت بروز التراي من الجنب دي، لو ان دراعك تلاقيه اعراض بسبب تمارين الحديد واوزان اللي بنشيلوها، لا ده مش بيعمل كده. اسمه اوفر هيد اكستنشن، ده هيشدلك اللونج هيد من غير ما يديكي حجم في دراعك، حجم عضلي في دراعك، فيزولك اللي هو يبقى عندك دهون على دراع على عضلات، فيديكي فتلاقي في النهايه ان حجم دراعك نفسه بيكبر بدل ما يخس ويتشد، لا تلاقي انه بيتشد بس بيكبر، وده احنا مش عايزينه.
نيجي بقى للتمرين اللي حرفيا بيدعم الظهر بطريقة مش طبيعية، وهو سبب قوي جدا في خط الظهر اللي بالطول اللي احنا بنحبه كده في نص الظهر، خط كده في نص الظهر، خط العمود الفقري ده. من التمارين اللي بيظهر الخط ده. الباك اكستنشن مهم جدا، عادي ان انت تطلعي وترجعي ورا، تزنقي كده على عمودك الفقري، يعني انزلي تحت حسي بالاسترتش في عضلات ظهرك وانت راجعه، ارجعي ورا واكسري ورا حته كمان عادي. ما فيش حاجه اسمها ان لازم جسمك يكون مستقيم والجو ده، فكك. المدى الحركي كامل هو انك ترجعي لورا، تكسري ظهرك لورا او تتني ظهرك لورا، حاجه بسيطه. ونيجي لتمرينة البطن. بصوا بقى، انا عشان احنا اتكلمنا في موضوع البطن ده كتير وفي موضوع تمرينة البطن كتير، جماعة ما بنتمرنش بطن عمال على بطال ارجوكوا. طالما انتي مش عاملة دايت، مش عاملة عجز سعرات، ما بنعملش تمارين بطن عمال على بطال، عشان والله بطنك هتكبر من كتر تمارين البطن. دلوقتي انا بتمرن بطن، بس انا ممكن اتمرن بطن مرة واحدة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع بالكتير قوي، ومش تمارين مليون تمرين بطن، لا هو تمرين او تمرينين بيستهدفوا كل عضلات البطن، او كل مثلا الريكتس ابدومينس والاوبليكس، وشكرا. ما بعملش اكتر من كده، تمرين او 2 على مدار الاسبوع كله، وبرضو ما بوصلش للفشل العضلي فيه. ففي التمرينة دي أنا كنت اشتغلت الكرانشز أو السيت أب على الماشين، وأهم تمرين للكور. طبعا ما فيش تمرين عملتها لكم قبل كده ما فيهاش تمرين الديد بوج، انسوا، ولا تمرينة أبر بودي ولا تمرينة لور بودي. لازم كل تمرينة بدخل الجيم أعملها لازم أختمها بديد بوج أو بيردوج. ليه؟ لأن دي تمارين الكور اللي بتحسن لي كوري، بتديني قوة في بقية التمارين المهمة التانية زي الديد ليفتس وغيره. بس كده انا خلصت تمرينة الابر بودي، هدخل اخد شاور وهروح وهحكي لكم على الدايت اللي انا عملته، واقول لكم تجربتي فيه كانت عامله ازاي. طيب يا جدعان، دلوقتي انا خلصت التمرين وروحت، وهقعد اشتغل شغل الاونلاين، متابعات المشتركين الاونلاين. لو عايزاني اتابعك يوميا تحققي هدفك وتوصلي لاحسن شكل او احسن جسم تقدري توصلي له، ابعتي لي مسج على هنا او هنا، او هتلاقي لينك الواتساب في الديسكربشن. المهم دلوقتي انا هفطر ايه؟ انا لسه راجعه من التمرين. هفطر ايه؟ هفطر ساندوتش ده مربى وجبنه. انا اصلا والله العظيم انا ما مصدقه ان انا بطني اتمسحت وانا باكل مربى، والله ما مصدقه. مربى وجبنه. اوكي، العيش ده انا كاتبه لكم انا جايباه منين او بجيبه منين، هناك في هذا المكان. وبرقوقتين، لقيت برقوقتين، والله انا مش متاكده الصراحه برقوق معانا ولا لا، بس حاسه ان شاء الله باذن الله يبقى معانا. بحاول اخده مستوي على قد ما اقدر عشان يبقى مريح للمعده زي ما دكتور ضياء الله يرحمه قال. الحاجات اللي انا حصلت لي حاجه، انا النفخه اللي في وشي قلت. انا دايما كان وشي منفوخ، مناخيري منفوخه وخدودي منفوخه وعينيا كانها ورمه، مش ورمه بس بتبقى منفوخه. جسمي كله كان بيبقى منفوخ، حتى رجلي كانت بتبقى منفوخه لدرجه انها بتغرز كده كأن حبسه ميه، بس انا ما اعرفش سببه. بس دايما اقعد اقول ماشي، ما يمكن عشان انا عندي وزن زياده، ما يمكن عشان انا اكلت امبارح كارب فالنهارده جسمي حابس ميه عشان كده جسمي منفوخ. طب انا باكل دلوقتي كارب ليه ده ما بقاش موجود؟ ليه وشي ما بقاش منفوخ؟ ليه رجلي ما بقتش تحبس ميه او تخزن ميه في رجلي زي الاول؟ ليه؟ ما اعرفش، بس ده اختفى تماما. الكريفنج اللي كان بيجي لي، النهم الفظيع للسكر اللي كان بيجي لي اختفى. ليه؟ لان انا باكل. انا بطلت سكر الدايت، كل مشروباتي بشرب سكر، بس طبعا ما بتغاباش. امتى النظام ده ممكن يكون مؤذي ومضر؟ لما تتغابي في الحاجات المسموحه. هو بيقول لك مسموح سكر، مربى، شوكولاته، بتاع. ده مش معناه ان انت كل يوم وكل شويه بتاكليها، ده معناه انت بتاخديها من ضمن يومك، حاجه بسيطه. ولو مش هتطبقي الصيام ما تعمليهوش. يعني انا من ضمن الروتين اليومي بتاعي بصوم، يا اما بحاول اصوم صيام جاف، يا اما بحاول اصوم صيام متقطع. لازم ادخلها صيام، ولازم بسمع لجسمي. خلاص اتعلمت ان انا اسمع لجسمي. مفيش حاجه اسمها ان انا اكل وانا مش جعانه، مش موجوده دي بقى خلاص. لا، انا بجوع باكل. مفيش حاجه اسمها فطار غدا عشاء، لا، انا بجوع باكل وجبه خلاص شكرا. هو ده اللي انا ماشيه عليه. الفرق اللي انا شايفاه في جسمي رهيب. النفخه اللي في جسمي راحت.
بطني بتختفي، معدتي عماله تختفي وتصغر وتدخل لجوه. ببني كتله عضليه لان ميزاني بيتقل، في نفس الوقت انا مقاساتي بتقل فببني كتله عضليه. انا مش فاهمه حاجه، مش فاهمه ازاي كده بجد، بس هي حاجه جامده جدا. الله يرحمه سبحان الله، كان يعني عنده فكر وعلم سبحان الله. سيبوني بقى اقعد افطر واشوف اللي ورايا. باي باي. ولو ما تعرفنيش، انا كنت اودي مدرب معتمد من ناس من ICC، اخصائي تغذيه رياضيين.